ابن الحاج احمد، او اول بطوله مطلقه لشيكو. والحقيقه ان انا تحسست مسدسي كده وانا داخله، قلت يا ترى شيكو هيبقى اخباره ايه وهو لوحده على الافيش، او هو لوحده متصدر للعمل بعيدا عن احمد فهمي وهشام ماجد. احنا عارفين طبعا ان احمد فهمي وهشام وشيكو بداوا مع بعض في سمير وشهير وبهير، وطبعا قبلها كانوا عملوا حاجات كتير بس كانت مش ناجحه قوي زي الفيلم دوت في 2010. بعد كده لقينا احمد فهمي بيحاول ان هو ينفصل لوحده، وده حصل ان هو عمل فيلم كلب بلدي، عمل اكتر من مسلسل زي رايح المدام. الحقيقه ان كان ليه تجارب كوميديه نقدر نقول يعني مش وحشه، بس مش بنجاح اعماله معاهم. طيب يا ترى هشام وشيكو عملوا ايه؟ هشام وشيكو لا كملوا مع بعض وعملوا نجاح كبير جدا بمسلسل اللعبه، طبعا كلنا فاكرينه، والحقيقه ان هو كان مسلسل هايل من الناحيه الكوميديه ومن ناحيه الاحداث كمان. هنا بقى المره دي هشام ماجد منفصل بقاله نقدر نقول سنه او سنتين، مره مع دنيا سمير غانم ومره مع دينا الشربيني بحامل اللقب. الفيلم الاولاني اللي انفصل بيه يعني بعد كده شفناه نقدر نقول، وشفناهم الاثنين كمان في حمله فريزر، والحقيقه ان الفيلم نزل في نفس توقيت كلب بلدي بس حقق نجاح اكبر من فيلم كلب بلدي. المره دي بقى شيكو في ابن الحاج احمد، احنا عندنا اول تلت ساعه مفيش كوميديا برغم محاولات شيكو الهائله ان هو يعمل يعني كوميديا، بس حقيقه ان احنا كان عندنا ضعف كبير جدا في السيناريو، ضعف كبير جدا نقدر نقول في الاخراج، مع ان معتز التوني معروف في الافلام الكوميديه. مش عارفين كان ليه الايقاع عندنا بيقع في مشاهد كتيره جدا مع ان المفروض انها تبقى مشاهد فارس وفيها كوميديا عاليه. رحمه احمد هنا عندنا في اول ظهور سينمائي بعد خلاص بقى مربوحه والناس كلها ضايقت منها او كانت ردود الافعال غاضبه، بعكس لما كان عندنا مسلسل الكبير السنه اللي فاتت كان الناس كلها متحمسه لها جدا. هنا المره دي كنت مستنيه اشوف رحمه احمد عشان اقدر احكم عليها بمعزل عن مسلسل الكبير. حقيقه ان احنا لقينا كوميديا شاده بالذات في لما بدات تظهر في الاول مع شيكو براس براس وبترد عليه بافيه اعلى منه والضحك بيبقى شادد نفسه، لكن فجاه بنلاقي من تلك الروح الشريره المبالغه الرهيبه حاجات بتتكسر، هي بتصوت صوت هستيري. الحاله بتاعه الكبير فجاه بتلبسها هنا، ده كان لازم ما كانش يبقى موجود عشان نقدر نعمل كوميديا بجد ناعمه ما فيهاش حاله الخضه اللي بتحصل في الحاله العصبيه اللي بتنتاب مربوحه او رحمه احمد او الشخصيه بتاعتنا. هنا اللوم اكيد مش على رحمه احمد، لا المفروض ان في عندنا الهيد اوف كونتنت والهيد اوف العمل نفسه ولا ايه اللي هو المخرج، المفروض ان هو رب العمل. معتز التوني بيتلام عليه انه المفروض لا انت كنت تعمل كنترول عشان موهبه رحمه احمد ما تتشتتش وما نسيبلهاش الكاميرا، زي ما حصل للاسف مع المخرج احمد الجندي لما حس بالصدى الكبير في الكبير الجزء اللي فات يعني، وبعد كده السنه دي لما ساب لها الكاميرا وسابها تعمل اللي هي عايزاه، فطبعا ده ما كانش صح. في النهايه احنا مش بنلوم رحمه احمد، لا احنا مستنيين منها الجديد، لكن كمان مستنيين مخرجين شخصيتهم قويه وبيقدروا يحطوا الممثل اون تراك، لانه فقط ممثل مهما كان نجوميته. الفيلم نقدر نقول نديله 6 من 10، لكن مش ده اللي انا كنت مستنياه من الفنان شيكو.